أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، ويا رب دايما في صحة وأحسن حال. من أهم الوصفات للعيد الكبير هي الطواجن، مهمة جدا بالنسبة لنا. النهاردة هعمل معاكم طاجن البامية بالموز بطريقة سهلة وبسيطة كالعادة، بس هيكون كمان خفيف جدا على المعدة، سهل سريع التحضير كده، يعني ما ياخدش مننا وقت. وكمان مش هنسلق اللحمة، هنعملها بطريقة حلوة جدا. تابعوني لآخر الفيديو عشان تشوفوا عملناها ازاي، وازاي اللحمة عندي تطلع مستوية ودايبة بالشكل الجميل ده. لو كنتوا اول مره بتشوفوني، انا هلا ابو بكر. الفيديو هيعجبكم ان شاء الله، بس عايزه منكم اللايك والشير، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدا. في حله او طاسه عندي على النار هنزل بمعلقه من السمنه، وكمان انا عندي بقى اضافه كده ممكن تستغنوا عنها بس انا حباها جدا، لان انا دايما بحب اعمل الباميه باللحمه الضاني. فبما اني مش هعملها باللحمه الضاني، اخدت كده حوالي معلقه من اللي قطعتها قطع صغيره وحطيتها، كمان معلقتين من الزيت. زي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عن اللي انا حطيتها دي. خلاص، اول ما الطاسه بتاعتي تسخن كده واللي تبتدي تسيح شويه، هبتدي بقى انزل بقطع اللحمه. وزي ما قلت لكم انا هنا مستخدمه الموز. تقدروا طبعا تستخدموا الموز الضاني او اللحمه الضاني او اي قطعيه لحمه انتوا بتحبوها، بس انا بحب جدا الموزه مع الباميه. انا هنا مستخدمه نص كيلو من اللحمه. طبعا تقدروا تستخدموا طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها. هبدا بقى انزل باللحمه كده، والطاسه عندي تكون سخنه. هسيب اللحمه عندي تاخد اللون من تحت، وهضيف لها شويه من الفلفل الاسود. نخلي بالنا في الوقت ده الطاسه عندي تكون سخنه جدا، ما نهديش النار ولا حاجه، عشان عايزه اللحمه ما تنزلش العصاره بتاعتها، يعني تفضل محتفظه بيها وتكون طريه. كمان هنزل بكام ورقه من اللوري وكام فص من الحبهان، مش مطحونين، سلام زي ما انتم شايفين كده. خلاص، هسيبها كده حوالي 5 دقايق تكون خدت اللون من تحت، وبعد كده هبتدي بقى اقلب فيها. انا هنا عايزه اللحمه تكون عندي متحمره كويس قوي من ناحيتين، من الجنبين. زي ما اتفقت معاكم ان انا مش هسلق اللحمه، بس هنشوف هنكمل تسويتها ازاي. قلبت اللحمه كلها، وزي ما اديت لها وش من فوق هديت لها نفس الوش، هدي لها نفس الوش يعني من الناحيه التانية. هتتساب حوالي كده ربع ساعه تكون اخدت وش من ناحيتين. خلاص كده تمام، زي ما انتوا شايفين كده اتحمرت معايا وبقت تمام التمام، هو ده اللي انا عايزاه. هكون بقى محضره عندي بصلتين مفرومين، هاخد منهم شويه كده، يعني حوالي بصلايه مفرومه. وكمان هكون محضره عندي حوالي 3 4 فصوص من الثوم طبعا المفروم، يعني معلقه صغيره كده من الثوم. هبتدي بقى في الوقت ده اقلب الثوم والبصل مع اللحمه اللي عندي. انا عايزه بس ريحه الثوم تطلع، مش عايزه ولا البصل ياخد لون ولا الثوم ياخد لون. خلاص، مجرد تشويحه كده البصل يدبل والثوم يطلع ريحته مش اكتر. هكون في الوقت ده كمان مجهزه معلقتين من الصلصه، هبتدي اضيفهم على اللحمه. وانا قلت لكم بس يا دوبك الريحه بتاعتهم تطلع، مش اكتر من كده، مش عايزاهم ياخدوا اي لون. خلاص، كمان هكون مجهزه عصير الطماطم. طبعا انا عندي هنا الطماطم اللي فرستها معاكم قبل كده. لو مش موجود عندكم طماطم متفرزه تقدروا طبعا تضيفوا يعني حوالي نص كيلو من الطماطم المعصوره. هبتدي بقى اقلبها مع اللحمه والصلصه. هسيبهم بقى على نار متوسطه كده لما الصلصه عندي تفك وتتسبك. طبعا الصلصه اللي انا عاملاها اصلا كانت بالفعل متسبكه، بس هديها تسبيكه تانية. الصلصه اتسبكت زي ما انتم شايفين كده، هبتدي انزل عليها بكوبايه كبيره من الميه المغليه. وزي ما اتفقنا كذا مره مع بعض، وقت تحمير اللحمه او تكمله تسويتها ما ينفعش ابدا نضيف ميه مش مغليه، لان احنا كده بنعيد تسويه اللحمه من اول وجديد. لازم تكون الميه اللي عندنا اللي هنضيفها سخنه. سيب بقى اللحمه تستوي على نار متوسطه، وتعالوا نحضر الباميه. في طاسه عندي او في حله هنزل بمعلقه من السمنه، وهاخد بقيه البصل اللي كنت فرماه. هنا حوالي بصلايه صغيره متبقيه معايا، وكمان حوالي فصين من الثوم او معلقه صغيره من الثوم. هبتدي اضيفهم مع السمنه، وهبتدي بقى اشوح ده كله كده لحد ما ريحه الثوم تطلع بس والبصل يدبل. وانا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتاعتي في الباميه عموما، لما حتى مش بعملها طاجن يعني بعملها مطبوخه، بعمل كده الباميه. انا مش بسلق الباميه ولا بديها سلقه ولا اي حاجه، وده طريقتي في اي خضار على فكره. باخد البصلايه كده مع الثوم يا دوبك بس يتبلوا وريحتهم تطلع، وانزل بالخضار بتاعي. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي بتدي طعم من الخضار رهيب، ده غير ان هي بتحافظ على ان الخضار يبقى اخضر كده ولونه تحفه وطعمه حلو جدا جدا جدا. كمان بيكون الخضار خفيف على المعده، يعني ما بتكونش متسبكه ومتقليه بقى والشغل ده.
تحسسنا بقى بتقل بعد الاكل، لا خالص. دي طريقتي في كل الخضار عموما. هبتدي بقى ادي الباميه تقليبه كده، شايفين ما شاء الله لونها بقى اخضر وتحفه جدا. اخدتوا بالكم ان البصل عندي ما اتحمرش ولا حاجه، يا دوبك دبل، والثوم طلع ريحته كده تمام. هسيبها على النار حوالي 10 دقايق كده مع التقليب الباميه. تعالوا بقى نشوف الصلصه بتاعتنا اتسبكت، وهنا اللحمه عندي تقريبا اخدت 3/4 سوا. خلاص، ده المطلوب عموما. انا هنا مش عايزه برضو، يعني انا هخليها تستوي شويه مع الباميه، مش عايزاها تستوي سوا كامل قبل ما اضيف الباميه. هبتدي انزل بالباميه بقى، اللي احنا طبعا شوحناها في الثوم والبصل. وعايزه اقول لكم جربوا طريقه التشويح دي في اي خضار بتعملوه، يعني طبخه بتعملوها هتلاقوا مديه للخضار وللطبخه طعم حلو جدا جدا، مميز جدا، وخفيه بقى في الاكل مش عايزه اقول لكم. هبتدي بقى اقلب الباميه مع اللحمه كويس، وهبتدي كمان ازود عندي حوالي كوبايه او كوبايه ونص من الميه المغليه، لان احنا بقى هنسيب الوقت دوت كده، هدي النار واسيب الباميه جايه تستوي على الهادي مع اللحمه بتاعتي. خلاص تمام. خلي بالكم انا لسه ما ضفتش ملح وما ضفناش توابل كتير، هو بس حطينا ورق لوري والفلفل الاسود والحبهان كده. خلاص اللحمه عندي استوت تقريبا، يعني فاضل لها ايه، ربع ساعه كده وتبقى مهريه. ودي تسويتي على طول للحمه. ابتدي بقى اضيف عليها الملح واسيبها تاخد غلوه كده مع بعضها على النار حوالي 5 دقايق. في الوقت ده طبعا هكون مسخنه الفرن علشان ادخل عليه الطاجن على طول. اي طاجن بقى عندك انت حباه. يلا بقى ننزل بالباميه المتسبكه دي مع اللحمه الرهيبه دي. طبعا احنا سويناها كلها زي ما شفنا كده، ما عدا حاجه بسيطه قوي على النار. طبعا هي دلوقتي جاهزه للاكل على فكره، لو عايزين تحبوا تاكلوها كده من غير ما تدخلوها الفرن ولا حاجه، بس انا حابه اخليها في طاجن. هناخد اخر ربع ساعه تسويه في الفرن. هبتدي بس اطلع اللحمه على الوش كده عشان عايزاها تبقى متحمره اكتر. زي ما انتم شايفين لون اللحمه تحفه اصلا، واللحمه دي في الوقت ده مستويه برضو، بس انا بحبها تكون دايبه، اللحمه تكون دايبه جدا. على الفرن بقى حوالي ربع ساعه، نص ساعه بالكتير قوي، هتاخد الوش الجميل ده وتكون بقى ايه، يعني حاجه فوق الروعه. الطاجن ده حلو جدا، سهل جدا، بسيط. عايزه اوريكم اللحمه هنا قد ايه مستويه ودايبه. هي طبعا سخنه جدا ما قدرتش امسكها، بس هحاول اوريكم كده بالشوكه. بصوا يعني بتتفصص من بعضها. بصوا يعني مجرد ما ادخل الشوكه اللحمه دايبه فعلا. اخدتوا بالكم طبعا ما سلقناش اللحمه ولا اي حاجه، سويناها كلها كده في صلصه وتسبيكه للباميه. مديه طعم روعه بجد، هتجربوها هتعجبكم جدا جدا. غير ان قلت لكم الطاجن ده هيبقى خفيف جدا على المعده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو اللايك والشير من فضلكم. لو كنت اول مره تشوفوني انا هلا ابو بكر، يشرفني جدا اشتراككم في القناه، واقول لكم مع السلامه.